السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو بتعجبكم الفيديوهات يا ريت تعملوا لايك وشير، وبشكركم على التفاعل جدا على الفيديوهات. هنتكلم النهارده عن احتباس السوائل. احتباس السوائل ليه نوعين. نوع الاحتباس ده اولا بيعمل تورم. طيب ليه نوعين؟ احتباس كلي او عام اللي بيحصل لما التورم ده بيحصل في الجسم كله، والجزئي او الموضعي وده بيحصل لما التورم بيحصل في جزء معين من الجسم. طيب تغيير نمط الحياة مهم جدا بالنسبة لاحتباس السوائل البسيط. طيب زي مثلا ان انت تقلل في الاكلات اللي فيها الملح، تشرب سوائل كتير، مكملات، وكمان كل ما هيبقى جسمك رطب كل ما هيبقى خطر انه يحصل احتباس او ان الجسم يحتفظ بالسوائل هيبقى اقل. طيب دلوقتي هو احتباس السوائل ده بيحصل ازاي؟ احتباس السوائل بيحصل لما السوائل بتتسرب بانتظام لانسجه الجسم من الدم. الجهاز الليمفاوي عباره عن شبكه مواسير موجوده في الجسم. الشبكه دي وظيفتها ان هي بتنقل السوائل من انسجه الجسم لترجعها تاني للدوره الدمويه. طبعا التورم والاحتباس بيحصل لما بيحصل فشل في العمليه دي، اللي هو فشل في عمليه نقل او ان نفضي انسجه الجسم من السوائل نوديها على الدوره الدمويه، فيبتدي يحصل التورم والاحتباس. طيب زي ما قلنا كده في نوعين، الكلي والجزئي. طيب هنتكلم عن اسباب مبدئيه كده. طبعا رد فعل الجسم للحراره العاليه، غير كده وكده طبعا الوجبات اللي فيها ملح كتير، وطبعا الهرمونات اللي بتبقى مصاحبه للدوره الشهريه. دي الاسباب الغير طبيه او جزء منها. الاسباب الطبيه طبعا بتبقى امراض الكبد والكلى والقلب. طيب ايه الاعراض اللي احنا بنشوفها عشان نعرف اذا كان ده احتباس ولا لا؟ طبعا هو طبعا بيحصل تورم زي ما احنا قلنا، بس طيب بيحصل تورم في الجزء المصاب او في الجسم او في الحته اللي فيها التورم، والم في الحته دي برضو. وبيحصل كمان ان المفاصل بتبقى متصلبه، يعني المفاصل ناشفه قوي وجامده، يعني ان هو يعمل كده بيبقى بصعوبه، ان هو يتني ركبته بصعوبه. المفاصل في الاغلب القريبه من التورم اللي حاصل. كمان بيبقى في زياده وزن بسرعه في ايام قليله او اسابيع. كمان بيبقى في ويت فلكتويشنز، يعني انت بتلاقي الوزن زي ما قلنا كده زايد ويقل وزايد ويقل بسرعه. برضو بيبقى في بيتنج اديما ونون بيتنج اديما. بيتنج اديما اللي هي دول نوعين من انواع طبعا التورم، اللي هو البيتنج اللي هو لما ندوس تلاقي الجلد بالحته اللي انت دايس عليها بيدخل جوه، وفي النون بيتنج اللي هو تلاقيه يعلم مكان صباعك بس ما دخلش جوه. طيب دي الاعراض. طب ايه الاسباب؟ طبعا هنتكلم زي ما قلنا كده في الاول عن الاسباب الغير طبيه. الاسباب الغير طبيه طبعا زي ما قلنا كده الجاذبيه، الحراره المرتفعه، الحروق، طبعا الدوره الشهريه عند السيدات، الحمل، حبوب منع الحمل، كمان نقص عناصر معينه في الوجبات زي البروتين وفيتامين بي 1، ادويه معينه، والتهاب الوريدي المزمن. طيب الحاجات دي كلها ممكن تعمل طبعا تورم. دي الاسباب الغير طبيه. طب الاسباب الطبيه زي ايه؟ اول حاجه طبعا الامراض، امراض الكلى، زي حاجه اسمها متلازمه الكلويه اللي هي النفروتيك سندروم، وفي الاكيوت جلوميريولونفرايتس اللي هي التهاب كبيبات الكلى الحاد. بيحصل حاد، ما بيبقاش كده، لا بيحصل بيبقى حاد. ثالث حاجه غير ان انت بيحصل الكلام ده طبعا هبوط القلب. طبعا القلب لما بيحصل فيه هبوط طبعا او مرض، ده مرض اسمه هبوط القلب، بيبتدي القلب مش قادر يضخ الدم، فيبتدي الدم يتجمع في الشرايين وفي الاورده ويعمل مشاكل. طيب ان هو مش قادر ياخد نفسه ويبتدي يحصل تورم. كمان امراض الرئه المزمنه نفس الفكره كده، ان هي مش قادره تتنفس ومش قادره تطلع ولا تدخل، في مرض اسمه امفيزيما، هو ده في الاغلب اللي بيحصل ويعمل الموضوع ده. امراض الكبد. طيب في كمان حاجه اسمها ورم الورم الليمفاوي الخبيث. كمان امراض الغده الدرقيه بتعمل الكلام ده. غير الامراض الغده الدرقيه، امراض المفاصل، الحساسيه، الامراض المناعيه زي الثعلبه. طيب التشخيص بتاعنا ازاي نعرف الحكايه دي، او ازاي نعرف التشخيص بتاع الموضوع؟ اول حاجه طبعا الكشف الفيزيائي، يعني هنكشف ونشوف. تاني حاجه التاريخ المرضي، هل هو كان بيتعالج من حاجه قبل كده، كان بياخد ادويه معينه، كان ماشي على حاجه معينه،
اتعرض لحاجه، هو بياكل اكل مملح كتير، ما بيشربش ميه كتير. كل الحاجات دي لازم نعرفها. كمان ابتدى امتى، ايه الحاجات اللي بتزود لما بيعملها او بتحصل بتزود الورم، والورم ده او التورم ده ثابت ولا متغير، يعني بيزيد ولا بيقل ولا هو زي ما هو. ده طبعا لازم نبقى عارفينه. كمان المفروض ان احنا بنعمل تحليل دم اللي هو صورة دم، بنعمل تحليل بول، بنعمل وظائف كبد ووظائف كلى، بنعمل اشعه اكس على الصدر عشان نشوف لو في حاجه في الصدر زي ما قلنا كده، الامفيزيما او الالتهاب الرئوي المزمن. كمان بنشوف طبعا اي سي جي رسم قلب عشان نشوف لو في امراض في القلب، وطبعا زي ما قلنا كده وظائف الكبد والكلى عشان نشوف لو في مشاكل في الكبد او في الكلى. طيب العلاج بتاعنا، العلاج بتاع احتباس البول. طب هو العلاج في الاول خالص لازم نقول ان هو بيعتمد على السبب، يعني انا هشوف السبب ايه وبعد كده هبتدي اتعامل. يعني اول حاجه ان احنا طبعا هنقلل الاكلات اللي فيها ملح، كمان هندي مدرات بول، الحاجات اللي بتنزل بول. طبعا لما بقلل الاكل اللي فيه ملح، هو الجسم ربنا خالق الجسم ذكي، كل ما انت بتاكل شويه حادق او حراق او املاح هو بيحوش قدامها شويه ميه. طيب وانا كمان عندي مشكله في ان انا اصرف الانسجه دي، اصرف السوائل اللي هي مثلا على سبيل المثال الميه من الانسجه، فيبتدي يحصل ايه؟ تتراكم. طيب فيبتدي يحصل التورم. طيب ومدرات البول هديها عشان تنزل الميه والسوائل اللي احنا قلنا عليها دي. ثالث حاجه ان انت تعالج السبب اللي عندك، تغيير نمط الحياه، ودي هنتكلم عليها. طيب غير كده وكده لو السبب ادويه، فانا وصلت ان السبب ادويه، يبقى انا هغير العلاج او هقلل الجرعه. كمان المفروض ان انا هبتدي ادي وجبات مغذيه وكافيه وفيها الحاجات اللي ممكن تعمل الكلام ده، زي ما قلنا فيتامين بي 1 وقلنا البروتين. كمان المفروض ان انا هعمل متابعه دوريه وهشرب سوائل كتير، وفي نفس الوقت كمان هلبس شراب اللي هو الطبي اللي بيستخدم للتورم. طيب ايه بقى تغيير نمط الحياه؟ يعني انت قلت لنا دلوقتي تغيير نمط الحياه وقلت لنا نتكلم عليه، هو نفس الحاجات بس هنزود عليها شويه حاجات. اول حاجه طبعا ان انا هبتدي انظم موضوع الاكل بتاعي، ان انا ما اكلش حاجات حادقه ولا حراقه، واشرب سوائل بكثره، هاخد فيتامين بي 5 وفيتامين بي 6 عشان بيساعدوا في الموضوع ده، هاخد مكملات زي الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز لان هم بيقللوا التورم طبعا، ولو هم نتيجه يعني لو هو نتيجه التهاب مفاصل زي ما قلنا والكلام ده كله هو بيساعد جدا. هاخد حاجات مدرات للبول طبيعيه، يعني في اكلات وفي مشروبات بتعمل الكلام ده، زي مثلا عصير التوت البري بيساعد في الموضوع ده كمان. طيب غير كده هقلل المشروبات اللي بتعمل جفاف، زي ايه؟ زي الشاي والقهوه او الحاجات اللي زيها النسكافيه الكابتشينو الكلام ده كله، كل الحاجات دي بتعمل جفاف في الجسم. كمان المفروض ان انا هبتدي اعلي رجلي، يعني انا مثلا لو انا الورم في رجلي او في المنطقه دي فانا هعلي، يعني لو انا قاعد مثلا رجلي هتبقى عاليه، ما تبقاش كده في مستوى جسمي، لا تبقى اعلى من جسمي. كمان المفروض ان انا هلبس الشراب اللي احنا قلنا عليه، وهلعب رياضه، وهبتدي احاول اتمشى كتير. كل ده هيفرق معاك جدا في علاج احتباس السوائل. احتباس السوائل يا جماعه زي ما قلنا كده هي عمليه المفروض ان هي بتبقى طبيعيه، بس لما بيحصل فيها مشكله في حاجه معينه، خطوه معينه اللي هي ان السوائل تخرج من الانسجه بتاعت الجسم ترجع الدوره الدمويه عشان تنزل، لا هي طبعا ما بيحصلش. فدي الخطوه الوحيده اللي بيحصل فيها مشكله، ودي الخطوه الوحيده اللي بتعمل احتباس البول. واكتر حاجه بتزود عليها طبعا الحاجات اللي فيها املاح وموالح، لان هي بتحط قدامها رد فعل طبيعي من الجسم، ان انا حطيت شويه ملح فاقوم حاطط قدامه شويه ميه، طب حطيت ملح اكتر احط ميه اكتر، حطيت ملح اكتر احط ميه اكتر. وطبعا ده عشان يقلل تركيز الملح في الجسم عشان ما يعملش حصاوي ولا ياثر على الكلى تاثير قوي. يا رب الفيديو يعجبكم، اعملوا لايك وشير. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.